السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو. فيديو النهارده هو فيديو خاص بالمبتدئين. طبعا للي ما يعرفش، جهاز الافوميتر ده جهاز بيستخدم في قياس عده مهام، ومن ضمنها اللي هو قياس الجهد وقياس الأمبير وقياس المقاومة. كمان بيستخدم في اختبار البزر أو اللي هو الاختبار الشورت سيركت. تمام. مبدئيا اللي قدامي ده كابل زي ما حضرتك شايف. الكابل ده عبارة عن 2 واير او سلكين موجودين زي ما انت شايف كده. كل اللي احنا مطالبين بيه دلوقتي ان انت تعرف ان السلكين دول سلام ولا لا. طبعا الافوميتر زي ما حضرتك شايف احنا بنظبطه على حاجة اسمها البزر، اللي هو اختبار الدايود. تمام، هو ده اختبار الدايود. في حالة التوصيل فورورد بيكون سامح بتوصيل التيار الكهربائي، أما في حالة التوصيل ريفيرس بيكون مش بيسمح بمرور التيار الكهربائي. تمام. المهم خلينا بس نقول كلام يعني ايه يتفهم شوية. الافوميتر زي ما حضرتك شايف بيبقى موجود فيه زرار الباور، بنبدأ نضغط عليه طبعا عشان تشتغل وضع البزر اللي هو الشورت، يعني بتتعامل مع الكومن والفولت زي ما حضرتك شايف كده. طبعا انا معايا 2 واير او معايا كابلين يعني بتوع الافوميتر وكده، واحد احمر وواحد اسود. تمام. لو جيت انك توصلهم ببعض هتلقى ان الافوميتر صفر معاك او بزر معاك يعني بمعنى اصح. تمام. معنى ذلك ان التوصيل تمام، يعني مفيش اي مشاكل. تمام. طب احنا نطبق الكلام ده ازاي على الكابل اللي معانا ده او الوصلة اللي معانا دي؟ بنيجي مثلا على السلك اللي هو الاحمر ده بالشكل ده، نوصله زي ما حضرتك شايف كده، ونيجي تاني حاجة على الطرف التاني نوصل كده. طبعا احنا لاحظنا ان الافوميتر ارقامه ثابتة ومفيش اي تغيير. تمام. طبعا معنى ذلك ان السلك ده معزول عن السلك ده، يعني مفيش شورت سيركت ما بينهم، مفيش قفلة يعني بالمعنى البلدي. تمام. طب احنا محتاجين نتأكد ان السلك الاحمر ده شغال، يعني الطرف الاحمر ده تقدر انك تعتمد عليه في التوصيل. بنيجي على الفيشة من قدام كده، بتبدأ ان حضرتك تجرب بالشكل ده. تمام. زي ما حضرتك شايف انت موصل الاحمر، بتبدأ تنقل في التاني، بدأ يصفر معاك اهو، مفيش اي مشاكل. بس هو عشان الفيشة هنا من اولها في طبقة كربون يعني او طبقة عازلة زي صدى كده. تمام. فتبدأ ان انت توصل عليه كده بالشكل ده، بيبدأ ان هو يصفر معاك بدون اي مشاكل. طيب الناحية التانية بقى، ننقل على الناحية التانية من هنا، من على الفيشة من هنا، ونبدأ ننقل الاحمر بتاعنا بالشكل ده. تمام. ونجرب الناحية التانية. طبعا هو بمجرد ما صفر معاك تصفير متقطع كده او يبقى كده تمام، مفيش اي مشاكل والتوصيل بتاعه تمام. ده كان فيديو توضيحي كده عن وضع البزر بالافوميتر. طبعا اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، وحابب اوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. وشكرا ليك على المشاهدة.